السلام عليكم. طبعا كلكم تعرفوا قصة السيدة المغربية اللي هي حامل بقالها 9 سنوات. أنا عايز أوجه لها رسالة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: وحملها وفصاله 30 شهرا. والعلماء كلهم لما اتفقوا في مسألة الحمل قال لك إن المرأة بتحمل لمدة 283 يوم، فلو زاد عن ذلك لا يتعدى ال 300 يوم. الطب الحديث لما ذكر المسألة ديت كلها ولخصها قال إن الحمل مدة 41 أسبوع، فإن شذ عن ذلك بيوصل ل 43 أسبوع. والطفل بيتغذى على إيه؟ على شيء يسمى المشيمة موجودة في المعدة. بعد ذلك يجوع الطفل فيموت داخل المعدة، فيجب إخراجه عشان الحالة ما تتسممش وتموت. فازاي أنت يا سيدتي الكريمة معتقدة إن اللي في بطنك حمل ومن 9 سنوات؟ الحاجة الوحيدة بقى اللي أنا استغربت منها إن اليوم أحد دعاني للبث المباشر عملوا مجموعة من الرقاة في الفيسبوك، وصل عدد البث المباشر ما يقارب من 13,000. دخلت قلت لهم: يا جماعة ادوني 5 دقايق بس عشان أقرأ على السيدة ديت وأعرف أحدد لكم المشكلة بتاعتها. وتجد إن الراقي متأثر جدا بالقراءة وكل خشوع وعمال بيقرأ، والبطن عمالة تتلجلج شمال ويمين وهو شغال قراية. نهارك أبيض يا أخي، أنت ما تعرفش إن لقلقة البطن اللي قدامك ديت دليل على إن العارض اللي موجود في المعدة متأثر؟ هي لازما السيدة تغيب عن الوعي ولازما الشيطان اللي جواها يكلمك؟ وين عقلك حبيبي؟ انت ما تعرفش تفرق بين اعراض السحر المأكول واعراض سحر المقابر؟ انا اعرفك. شوف يا اخي الكريم، حسب ما اتعودت واتعلمت من الرقاة اللي بقى لهم ما يقارب من 50 سنة في الرقية وجلست معاهم، قال لك ان الانسان اللي هو بيكون مصاب بسحر مأكول لما يستمع للرقية الشرعية بيحصل عنده خضران في الاطراف، خضران في القدم، يحصل عنده زغزغة واصوات في البطن او حركة في البطن دليل على السحر المأكول، يحصل عنده تنميل في الرجلين او الرجل الشمال او صداع شديد او دوخة او غثيان. لكن كون ان الانسان يتغيب عن الوعي وكون ان الشيطان يتكلم معاك هذا مستحيل. هذا هو اعراض السحر المأكول. انت شايف الست بطنها بتتلجلج كل ما تيجي تقرا الايات القرانيه والبطن تتحرك شمال ويمين. ليه؟ الطفل خاشع من صوت القران. الله يبارك فيك يا طفل الحبيب، والله العظيم هذا خادم سحر خبيث عمال يتحرك شمال ويمين، وانتم ما يقارب من 5 رقاة عمالين بس في البث المباشر، ده يدي لده وده يدي لده وده يجرى بخشوع، وظلتم ما يقارب من مدة 2 ساعة. وسويتم قلت لكم والله ما انتم عاملين حاجة، وطلعت وسبت لكم البث بعد ما ظليت لمدة نص ساعة اتحايل عليكم اقول لكم ادوني 5 دقايق، دخلوني معاكم في البث 5 دقايق، 5 دقايق بس. وبعدين ما في واحد كده يفقه ويجي جاي الزوج حاطط يده على المعدة وضاغط كده اثناء القراءة. شوف يا اخي الكريم، انا عايز اقول لك على حاجة مهمة جدا وعايز اوصل للسيدة الفاضلة رسالة. اللي ببطنك سحر مأكول وده شيء معروف. لا يستحيل ان طفل يظل في المعدة مدة 9 سنوات، وانتوا عمالين تكبروا من الموضوع وعاملينه معجزة اساسا، ولا معجزة ولا اي شيء. كم من انسان مصاب بسحر مأكول، ويمكن بعضكم يعرف صحة كلامي ده، بطنه تنتفخ تروح قد كده اثناء القراءة. كم من انسان تكون بطنه عاديه فجاه تنتفخ ويكون زي الحامل ويلاقي اصوات في بطنه وبطنه تتحرك شمال ويمين. ناهيك انت ما بيحصلش الاخ المصاب او اي انسان مصاب ما بتجيش تلاقي رعشه كده بتحصل في جسمك زي حركه الجنين كده زي النبض؟ بعض النساء تعاني من نبض في اماكن مختلفه، بعض الرجال كذلك يعانوا من نبض في اماكن مختلفه. إذن كل مرأة تصاب بسحر مأكول والسحر يكون ممتلك المعدة وينفخ المعدة ويخليها زي الحامل، هذه المرأة تكون حامل ايش اللي هو ظل 9 سنوات. لا العلم يثبت ذلك ولا الطب الحديث يثبت ذلك ولا الشريعة أثبتت ذلك. فأنا بوجه رسالة، لو اي حد يعرف السيده ديت يا ريت يخلينا نتواصل معاها 5 دقايق زي ما انتم عملتم. بس ما شاء الله عليكم لمده 2 ساعتين في الفيسبوك الراقي ده يسلم الراقي ده وشغالين تقروا في ميكروفون بتفكروني بالمعازل اللي كانت بتتعمل عندنا في مصر زمان. ايش الرقيه اللي انت عمال تريقها ديت؟ النبي صلى الله عليه وسلم اوصى عثمان بن عفان: اذا آلمك اي مكان في جسدك ضع يدك عليه وقول بسم الله بسم الله بسم الله، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. خلي الزوج يضع يده على مكان المعده وانت اقرا ايات القتل. شايف السحر عمال يتحرك شمال ويمين وانت خاشع وعمال بتقرا ولا فاهم اي شيء. لازم الشيطان يطلع يقول لك انا مش طالع، انتوا بتعذبوني، انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ في المشمش يا حبيبي، ده سحر مأكول. اعرف اعراض السحر المأكول. ده المغرب مليانه رقاة، كل اليوتيوب مليان الراقي المغربي كذا الراقي. مع احترامي لبعض الرقاة، في بعضهم جيد والبعض التاني عايز يتحط كده في كبه ويتقفل عليه ويقول له اتحبس هنا يا ولد ما تطلعش. دي رساله لازلت اوجهها. لو اي حد يعرف السيده ديت صفحتها على الفيسبوك 1,200,000،
او الاكونت الشخصي، على استعداد ان انا اطلع بس معاها لمده 5 دقائق، وان شاء الرحمن اخلي بطنها تعمل كده. ليكم اطيب تحياتي، انا اخوكم يوسف احمد، ومحدش يطلب مني رقيه، لان انا مش برقي، وانا ما بعملش كده عشان عندي مقر ولا راقي شرعي ولا الكلام ده كلته. انا ما بتاجرش بالرقيه ولا بطلب من حد فلوس في رقيه. انا رقيتي بتكون اثناء البث المباشر موجوده في اليوتيوب، اللي عايز يستمع ليها يستمع ليها في اي وقت وكيفما شاء. لكن حد يقول لي ارقيني او الكلام ده كلته، انا ما برقيش خاص يا اخي الكريم، ولا عندي مقر ولا بعطي جوالي لحد عشان حد بس ممكن يفكر ان ده شو او شيء. الحمد لله انا متابعني 800,000 في اليوتيوب بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ما تنساش انك انت تشير المقطع ده لاكبر قدر ممكن من اصدقائك عشان يعرفوا الحقيقه الوهيه ديت، وعشان يقدروا ان هم يوصلوني بالسيده ديت. ليكم اطيب تحياتي، انا اخوكم يوسف احمد، دمتم في حفظ الله. واللي عايز ياخد المقطع ده ينشره عنده ياخده ينشره عنده، ليه كل الحريه. دمتم في حفظ الله.